زرار كهرباء هنا اول ما يلمس الارض يعمل كده ما تعرف. هو قالهم امتى طيب سبحان ربي الاعلى؟ قال امتى سبحان ربي العظيم؟ والناس اللي بتعمل كده بص غير المغضوب عليهم ولا الضال، وتلاقيه هو بيقول ولا الضالين ونازل، او واحد تاني سبحان ربي العظيم سبحان سمع الله. يا جماعه دي مش صلاه. انت لازم اصلا لو دارس موضوع الصلاه كويس هتلاقي في حاجه اسمها الفصل بين الركن والركن. ازاي؟ ناس كتير بتخطأ وتيجي تقول لك مثلا سبحان رب الله اكبر دي هو نازل من الوقوف وهيسجد فيقولها بعد ما سجد. محلها مش هنا، دي اسمها تكبيرة انتقال. يعني ايه تكبيرة انتقال؟ انا خلصت السورة القصيرة فبروح نازل كده بقول الله اكبر، على ما بنزل بتكون خلصت. انما اللي بينزل خالص ويقول الله اكبر بعد ما ينزل قالها في موضع غير موضعها، هو موضع سبحان ربي الاعلى. او يجي ناس كتير من الائمه بيخطئوا فيها عشان المايك، فعشان المايك يقوم عامل ازاي؟ سمع الله لمن حمده بعد ما يقف، او يكبر لما يرقي من السجود عشان يقول في المايك. يا عم المايك يولع المايك والصوت ما يطلعش، بس المهم انك تقول التكبيره في موضع الانتقال. يبقى انا المفروض لما بقول مثلا سمع الله لمن حمده دي لما بكون ايه؟ وقفت. لكن لما اجي اقول الله اكبر كده واقولها وانا لسه واقف، هو مثلا هيركع فيقول ايه؟ الله اكبر ويروح نازل بسرعه عشان يقول في المايك. كل دول صلاه خاطئه. يا عم الشيخ ده انت ضيعتنا، ده احنا كده ضايعين خالص، ده احنا صلاتنا كده بايظه. انا مش بقول لك ان اللي فات مش مقبول، لكن لما بتعرف الحقيقه لازم تعدل من صلاتك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.